الأهلي يفاوض لاعب جديد كبديل لمحمد هاني بعد الأداء السيء في الفترة السابقة. في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق، الأهلي يخطط للدخول في صفقة تبادلية مع النادي المصري البورسعيدي، وتسعى الإدارة لإنهاء صفقة أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري كبديل لمحمد هاني الذي تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، ويأتي هذا بعد انتقادات حادة تعرض لها هاني خلال المنافسات خاصة في كأس العالم للأندية. تدور الأحاديث داخل النادي الأهلي حول إمكانية التعاقد مع أحمد عيد، حيث توجد دراسة من لجنة السكاوتنج حول خيارات أخرى لتعزيز الجبهة اليمنى بعد تأثر مستوى محمد هاني ورغبة الفريق في تجديد دماء التشكيلة. وينال أحمد عيد إشادة كبيرة من قبل المتخصصين ولجنة السكاوتنج التابعة للنادي الأهلي والأداء المميز، حيث أن الأداء المميز جعل أحمد عيد أحد الخيارات الأساسية للمدرب حسام حسن في منتخب مصر، وقد شارك عيد في الآونة الأخيرة في عدة معسكرات مما يعكس مكانته في الصفوف الوطنية وأهميته في منتخب مصر. تتضمن الصفقة تبادل لاعب آخر من الأهلي، حيث يعتبر عمر الساعي أحد الأسماء المطروحة في المفاوضات، وتسعى الإدارة لتقديم عرض لضم اللاعب مع الوضع في الاعتبار الفوائد المستقبلية